الاساطير، ازيكم من الاساطير؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل الفيديو دي كلها، قبل ما نبدا الفيديو بس تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويا جماعه لو لكم اي صلاه قبل ما نبدا الفيديو روحوا صلوها. طبعا يا جماعه فيديو النهارده فيديو مميز جدا. النهارده هنلعب لعبه بيتزا جيده، بيتزا رائعه. مين ما عرفش اللعبه دي يا جماعه؟ اللعبه اللي كانت حرفيا صنعت طفولتنا كلنا، هي روبلوكس اللي هي بتاعت عرض الازياء. كلنا عملت طفولتنا، فيعني ما اعتقدش حد بيلعبش. كان في منها بالانجليزي وعملت نسخه عربيه، لان معظم الناس اللي كانوا بيلعبوها عرب. فاكتبوا تحت في التعليقات هل كنتوا بتلعبوها وانتوا صغيرين، ولو كنتوا بتلعبوها وانتوا صغيرين كانت سنكم كام، كنتوا في سنه كام. انا عن نفسي يا جماعه اتبنت عليا في طفولتي وكنت دايما بلعبها انا اخواتي كلهم بدون استثناء. وكنت بلعبها تقريبا في فترة 2000 مثلا 15 2017 حاجة كده. يعني كانت تحفة بالنسبة لنا يا جماعة. الوقت ده كنت بلعبها في فترة كورونا برضو كتير. طبعا يا جماعة المدرسة قربت مبقاش عارفين يا جماعة غير اسبوع بالظبط. انا هنروح يوم الاثنين مش هروح يوم الاحد. اوكي يا جماعة، اسفة على القطع طبعا يا جماعة، معلش. اوكي. طبعا يا جماعه انا اشتريت مشتريات المدرسه بس مش كلها. ان شاء الله لما اشتريها كلها هصورها لكم واعمل لكم جوله في مشتريات المدرسه. اكتبوا لي تحت في التعليقات بقى لون الزي بتاعكم ايه. انا لون الزي بتاعي اخضر وزيتي عارفين يا جماعه بقى ماشيه ورق عنب. اوكي، فعليا اكتبوا لي لون شبشبكم ايه. اللون الشبشب بتاعي بينك. ويلا بينا نبدا. اوكي، انا يا جماعه في اليوم 128 انا كنت منزلها قبل كده. تم إعادة فتح مطعم البيتزا الذي تم الإبلاغ عنه مسبقا. عند مرور باستراحة خفيفة يبدو أن لدينا طاهي آخر متحمس لمواصلة التحدي. ابقوا معنا تاليا في فقرة تحقيق البيتزا. لماذا لديك الأخبار جيدة لنا اليوم يا أوليفير؟ أهلا أصدقاء البيتزا، اسمي أوليفير ولدي بعض حقائق البيتزا لكم. هيا لنبدأ. يا جماعة نسيت أقول لكم، أنتوا جبتوا النتيجة ولا لأ؟ أنا جبت النتيجة امبارح والحمد لله ربنا ستر وجبت 99 بالظبط. نقصت درجتين في الرياضة ودرجة واحدة عربي في التعبير وبس يعني. فقولوا لي انتوا بقى جبتوا كام بس. هل تحب البيتزا حلوه الطعم؟ اذا كانت لديك في هذا المكان المثالي يقدمون لك البيتزا ونغطيها بالشوكولاته والايس كريم وجوز الهند والعديد من انواع الحلويات، وستكون تحليه رائعه. لا تنسوا متابعتنا المره القادمه للمزيد من فقره حقائق البيتزا وقصيره وجميله مثل تماما. اوكي خلاص يا جماعه، في كل ده حاجات. اوكي يا جماعه، هنا بيقول لي شاهد المزيد من الرعاة. لا شكرا لحقا. اوكي يا جماعه اكتبوا لي انتوا. في هنا رساله على التابلت. هي انا اطراف كامله فصيله يا جماعه. انا متقيمه 3/10 3/5. كنت اواجه يوما سيئا لان المنبه لم ينقذني وضاعت علي وجبه الافطار اللي حاولت حزمت هذا الغداء. اوكي في هنا طلب. اوكي يا جماعه، انا يا جماعه حلمي اوصل 128 بسرعه او 125 عشان اشتري اللحم التاني ده. مرحبا، سمعت ان اخي ياتي وضايقكم مؤخرا. انا اسف. يا جماعه كان بيجي يا جماعه ويقول لي صلصه البيستو افضل من صلصه الماريريتا اللي هي لونها احمر دي يا جماعه وكده يعني. فكان رخم قوي، كنت بطرده من المحل. لذلك انا اسف لذلك، لكن علي ان اسال سؤال. هل تعتقد انه على الحق؟ لا. شكرا لك. كل ما يريده أن أجرب صلصة البيستو على البيتزا ويرون كم يمكن أن تكون رائعة. يمكن أن يكون أخي عنيدا جدا في بعض الأحيان. أنا فقط أتمنى أن يستوعب. فين يا جماعة إيه ده؟ لا يمكنك منح الزهرة. ده حطها لزبون. إذا كانت صلصة البيستو يمكنك أن يا جماعة دي البنت. إذا كانت صلصة البيستو يمكن أن تجعل طعم الأنشوجة جيدا على البيتزا، فيمكنك أن تجعلها أي شيء. مش فاهمة. نجرب بيتزا الانشوجه مع صلصه البيستو. اوكي بيتزا انشوجه يا جماعه. هو اداني 10 يا جماعه، هو بيدينه قليل جدا فانا هعمله على الميزانيه. اوكي انشوجه دي يا جماعه اللي هي السمك. اوكي يا جماعه انا اشتريت اللحم المقدد. لو انتوا اشتريتوا ايه؟ انا ناقص شويه حاجات كده يا جماعه عايزه اشتريها ان شاء الله. اوكي 40 يا جماعه. البتاع ده رخم قوي فهنرجع. اصلا اقول لكم يا جماعه انا مش هدفع $7 كل شويه عشان حاجه تافهه زي كده، فلا يعني. اوكي هنا يعني نشوف رأيك. هتتزوج هذه البيتزا، اتجوزها. اللحم المقدد في عين الناظر واريد ان انظر اليه. يمكن مش فاهمه. انا جائع مش فاهمه برضو. اريد جبن لحم مقدد وصلصه قطع 4 شوائح جبنه لحم مقدد. في هنا حد جالي انجاز. اوكي ده يا جماعه بناخد الجواهر دي بناخد منها فلوس على فكره، ممكن نبدلها بفلوس.
اوكي عايز، هو قال ان هو عايز اللحم المقدد. لا ده اللحم المقدد. يا رب تعجبوا بس يا جماعه وما يطردناش. يا جماعه على فكره الناس دي بجحة قوي، اللي ما بيعجبهمش بيتزا بياخدوا فلوسها، مع اني ببقى عاملاها لهم يعني بفلوس. فالبجاحه دي يا جماعه. عايزه اصلح الفرن ده برضو، فعايزه اجيب النهارده فلوس كويسه. قطعها ل4. اوكي شوف لقد اكتملت حياتي بهذه البيتزا، والله رائع. نايس. هل تعرف ما هو روتوتاي او ايه؟ مش فاهم. انه طبق نباتي فقط، ضع باذنجان وفلفل حلو وبصل وريحان على البيتزا بالجبنه. ماشي. نحط جبنه، بصل. جماعه نحط لها بصل، نقطه زيتون بس كده شويه. عايزه ايه بقى تاني؟ فلفل حلو. وجماعه عايزه اقول لكم ان الباذنجان ده جاي لي هديه اصلا. يعني تفتكروا يا جماعه هنعمل 125 جنيه في قد ايه؟ ريحان على بصل، ريحان كمان. عايز ريحان يا جماعه، لو كنتش حطيت ريحان كانت هتاخد الفلوس. شكل البيتزا شكلها تحفه، البنت دي شكلها بتفهم. طب يا جماعه انا معايا 63 جنيه، فنشوف. اوف بقى. نقطعها وبس، نوديها لها ونشوف رايها. شكلها افضل من البيتزا اللي كده. يا جماعه اللي ما يعرفش التاني اللي هو المحل اللي قدامنا اللي بيبيع بيتزا. هل يمكن الحصول على انت تحب حفاضه الجود كير؟ انت حكيت جي الناس الجود جي خلاص. حفاضه الجود كير في التوفير هي اساس فيها زيت زيتون نحميها من سيس الرز. ماشي. هل يمكن الحصول على بيتزا نصف سجق وبصل ونصف زيتون ومشروم شريحتين؟ الاول خدي دي. بصي بنوك كتيره. ميميو. نصف سجق وبصل ونصف زيتون ومشروم. نصف سجق وبصل ونصف زيتون ومشروم. ايه ده دي من 110 يا جماعه. ايه ده؟ عشان اديتها الورد يعني. انا يمكن نصف سجق وبصل، مش عايزه احط كتير، ونصف زيتون ومشروم. قطعها نصفين عينيا. اوكي نصين كده يا جماعه اعتقد، وتشوف هتقول ايه رايها. هذه البيتزا مثل الورد. عشان اديتها ورد وكده. طيب يا جماعه الفيديو ده شكله يبقى طويل. احتاج بيتزاتين بالبيبروني ولكن واحده بدون جبن. اوكي بيتزاتين بالبيبروني، واحده من غير جبنه. نقطه بس صلصه بيستو هنا ونقطه هنا. لكن اعتقد يا جماعه كده كفايه. تعالوا ندخلها الفرن هنا بسرعه يا جماعه قبل ما الوقت هيخلص. دي قطع يا باشا. اوكي يلا. لا مش عايزه اضيع 70. يلا بسرعه الوقت هيخلص. بسرعه يا جماعه. ما جمعتش 125 جنيه. يلا من غير تقطيع مفيش وقت. ها ماشي. اريد نصف انا هستنى الوقت يخلص يا جماعه لان طلباتها دي كتير قوي. الوقت خلص. اوكي لا 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 لا, لا. اوكي داخل. ماشي يا جماعه. ده اللي عايز اشتريه شريحه اللحم اصلاحات. مش صلح انا بفرن ب20 جنيه. مش عايزه اقرا الاخبار النهارده. يلا النهارده بروي دي. وبقى عندي 4 يعني. بقى عندي 4 قلوب بدل كانوا ما كانوا 3. بعد الاكل هنا قد زادت نسبة سعادتي بنسبة 1%. يعني انا ما زادت يا جماعه. اوكي ده الوضع اللي بيضايقني يا جماعه. تمام. انا اعرف كيف يمكننا ان اثبت بان صلصه المارينا هي افضل من صلصه البيتزا. يا اله الا الله. سأقوم بالاعتداد بتعداد
لماذا؟ حسنا يا جماعه اقسم بالله ما اعرف، بس كده يعني. كلها بزيتون لا صلصه. هل تعبس معي؟ جبنه وزيتون وصلصه فقط. جبن وزيتون فقط من غير صلصه. شكلها عندها اساسيه يا جماعه من الصلصه. والله اللي حطيت، بص حطيت نقطه صلصه زنطه. ماشي بس كده. يا جماعه زمان كان الانجليزي في اختي الكبيره كانت بتقعد تلعب معايا، فكانت بتحط لي زمان حاجات قليله جدا، فكنت عارفه انها بخيله، كنت قلت لها هي طلبت منك كده، تقول لي اه طلبت منك، اخر تطلع مش طالبه منها وتاخد منها فلوس. قولي لي يا جماعه لو حصل معاكم موقف زي ده قبل كده. جميله جدا يا صديقي، جميله جدا، مع انها هتطلع عليها صلصه بس ماشي. لدي حساسيه من منتجات الالبان، لكن اريد اي شيء اخر اطراف ده كان مش فاهمه. اريد كل شيء الا جبنه محمصه. بيقولوا نفطر بصل فلفل حلو ولحم مقدد انشوجة ريحان بصل خلطة طماطم. ماشي واداني فلوس بس مش كتيرة، نص نعمل نصين. هنعمل له، لا هنعمل له صلصة واحدة بس حبة زنططة من ده ومن ده. يلا عايز كل حاجة الا جبنة عشان هو عنده حساسية من الألبان. حط كده كفاية، كده كفاية برضو. مشروم، شوية مشروم برضو مش كتير. زيتون برضو مش كتير. بصل برضو. فلفل يا جماعة حطينا فلفل حلو ولحم مقدد. شوية ريحان بقى كده على الوش. حط شوية بتنجان. بقى وقته 47 يا جماعة، انت مش صبور خالص بالمرة. شوية انشوجة وحط بسرعة يا ابني في الفرن. اوكي يا جماعة، هل اغمضت عينك ورميت الزيتون بهكذا بشع؟ ان شاء الله انها عجبتك. اوكي طلب نرسيم. احتاج الى بيتزا لكن لا تكلف نفسك عناء ولا تضع اي من تلك الاضافات الفاخره في اختصاص وجبه. بصوا يا جماعه انا هاخدها صوره سكرين شوت عشان اخليها صوره مصغره. مش عارفه اتاخدت ولا لا، بس يا رب تكون اتاخدت. هاخد واحده كمان للضروره. هي تلك حسنا بيداني 7 صلصه وجبنه، حبه كده وشويه جبنه صغنطوطين بس كده. نحط بقى في الفرن. هي اوكي نقطعها لها. ما هذه البيتزا؟ انت جميل. نعم اوافق. جماعه عايزه بقى الكومنتات الجديده اللي هي اصحاب الثواني، اصحاب الثواني والدقائق والايام والشهور لا اصحاب الثواني والدقائق والساعات والايام والاسابيع والشهور والقرون. انا عايزه من الحاجات دي. واو تبدو اشياء وعايزه كمان اللي هو مين بيتفرج في سنه 2023. عايزه كومنتات كده حلوه. انت كل كومنتاتكم حلوه طبعا. واو تبدو الاشياء لذيذه هنا، لكن معدتي ضعيفه ولا يمكنها تقبل اللحوم والجبن. يعني عايزه ايه؟ قصدي كاني اريد بيتزا نباتيه. مش فاهمه. مش عايز جبن. ماشي صلصه. نحط شويه صلصه ونحط له اي حاجه ما فيهاش لحوم. فطر شويه كده صغننين مش كتير برضو عشان الفطر غالي. وزيتون برضو. تقولوا يا جماعه عمركم جربتوا شوربه الزيتون شوربه المشروم بالكريمه؟ بصل، فلفل حلو، شويه ريحان كده على الوش، وننتش البتنجان. لا انا بقى لا بقى كل شويه عايز من ده. يلا بقى مش مشكله. وعايزه محمصه؟ لا مش عايزه محمصه. قطع يا باشا بزدتنا الجميله. هل اغمضت عينك؟ هو في ايه؟ تعال بجح. بصوا يا جماعه خدنا الفلوس ازاي. بصوا بجح وانا عامله له بيتزا. اتشوق اللحوم المقدسه. ده على البيستوس. اعطيك شرائح صغيره حسن. يعني هي عايزه بالبيستو. اوكي لقيتي اغلى حاجه يا بنت اللئيمه وعايزين اعملها لك. اوكي هنا حطيت لها اسمه ايه دي اللي بصراحه ما قطعها. مفيش وقت يا جماعه خالص. حسن يلا اعتقد انها ساكلها. ما انت كده تاكليها يا رب لا تخلص.
الوقت خلص قبل ما انت تقول طلبك اصلا. يا جماعه انا عايزه اشتري اللي هي اللي انا قلت لكم دي 45. يا جماعه موبايلي 12%. حسن زي بعض. بصوا يا جماعه ده 125. بصوا تعالى نبدلها كده بقى. اوه انا معايا جوهر غير كافي، بس أنا معايا 95. انا عايزه اشتري قوي، مش فاضل البتاع ده. نسقي المية الورد ده. اوكي، بعد تناول الطعام في المطعم البيتزا جيدة. زادت سعادتي بنسبة 1%. كويس. لدي حساسية من منتجات الألبان، لكن أريد أي شيء آخر. وهل يمكنك استخدام سلطة البيستو؟ عايزة كل حاجة إلا ماشي. بيبروني ماشي. ماشي انزل في سجق قشطة عادي. يلا مشروم مفيش مانع. شوية زيتون برضو حلو، مانع ما يقولش لأ. بصل عادي. يلا فلفل يلا. ريحان نخش. بتنجان يلا. انشوجة يلا. لحم مقدد يلا. بس كفاية كده. معايا 107 يا جماعة، انا كان معايا 95. طب كويس والله، يعني مكسبي حرفيا اقل من حاجة. اوكي هحط هي كده يبقى معايا 100. مكسبي يا جماعة قليل جدا في البيتزا تقريبا. مكسبي اقل من مثلا $5 حاجة زي كده. رأيك بقى؟ حتى البيتزا تسأل اخلصي انت على باردة. اللحم المقدد في عين الناظر واريد ان انظر. مش فاهم انا مش يعني عايز ايه. جبنة لحم مقدد وصلصة فقط. جبنة لحم مقدد صلصة. بس كفاية كده. حاسة ان انا لازم احط جبنة وصلصة زيادة، لانه لو ما حطيتش جبنة وصلصة زيادة شكله هيهزقني. عشان هو ما يهزقنيش وما ياخدش مني فلوس زي مرة فاتت. كنت 100 يا جماعة، وبنت اللي جت دي خدت مني فلوسي، فمنها لله والله ما مساهم في ولا $. قطع يا باشا. يلا زي بعض. هل انت ساحر متخصص البيتزا مارشين؟ صديقي بيتزا اليوم هي بيب وسجق، أريدها بالبيستو وليس صلصة. بيب وسجق. بيب وسجق. يريدوها بيب وسجق يا جماعة، متخيلين؟ كفاية كده يا جماعة. تفتكروا نوصل على آخر السنة كام؟ أنا بقول إن احنا على آخر السنة ممكن نوصل 10,000. مش حاجة مستحيلة على النجوم الأساطير. اوكي شكرا على البيتزا. عفو. ده الدفاع اللي تمنها يا ابن العبيط. موشة بيتزات. 3 بيتزات من المشروم. اديتني كتير يا جماعة، فلوس كتيرة. وصلنا 100 أصلا. شوية من هنا، شوية على هنا، شوية على هنا. حط جبنة. مشروم كتير. يعني ما حطيتش جبنة هنا. دخل يا ابني. مشروم. مديني فلوس قليلة اصلا يا جماعة. يا عم حط $7 وخلصت. شوية مشروم برضه حلوين. وعلى المشروم قليل سيكا، فحاسة ان هي ممكن تهزقني. يا رب استر يا رب. حسن شكرا لك. عفو. دي بقى الناس المحترمة. ساخد بيبروني وسجق وفطر وبصل وزيتون وفلفل حلو. هل يمكن استخدام صلصة تلبسته؟ احسن. يا قالت اكيد عايزة جبنة صح. وقالت بيبروني وسجق. بيبروني وسجق وفطر زي بعض. ولم علينا عبيدك يا رب. بصل فطر وبصل ماشي. وزيتون
فلفل حلو. تمام. كفايه كده، مش عايزه اقطعهم، مش خلق الصراحه. يا رب ما تاخدش مني فلوس. بصوا انا هغمض عيني. قالت ايه؟ يا من بنت الكلب انتي. يا جماعه انتوا الناس مهزأه بجد. انا هنا فقط من اجل اللحم المقدد. يعني يمكن ان تضع اللحم المقدد على خبز المسطح. مش فاهم. لحم مقدد فقط. احطولك في كيسه يعني ولا اعمل ايه؟ انت حرة يعني. لحم مقدد فقط. انت هتوفري عليا. بس كده كفايه. جماعه بس عايزه اعرف، هي ممكن اللحمه المقدده تتقسم؟ انا عارفه ان اللحمه المقدد قليل، فهي تشتمني دلوقتي. شكرا لك. عجبها كويس جدا. هل تعلم ان 88 مش فاهم. اريد صلصه البيستو وجبنه وانشوجه وباذنجان. صلصه البيستو وجبنه وانشوجه وباذنجان. صلصه البيستو جبن انشوجه. دي جمال انشوجه اللي هي السمك الصغنطوط دي. وبتنجان. يا رب يصبرني يا رب. وعقوبة الكذب ده ايه؟ الناس هتلومني عليه ايه؟ طب وانت بتكذب ليه؟ هستسلم. هعمل ايه؟ اوكي يا جماعة، مكسب النهاردة 94 بس. يا رب تعجبك. 5 نجوم للمجهود، 3 درجات لأي شيء آخر. أنا ما عجبتك. إجمالي الربح يا جماعة 6. تهزروا زي بعضه. اوكي يا جماعه، بس كده ده كان الفيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي وبس. مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه.